في 17 تموز 1990 وصل تصعيد ذروته عندما بعث طارق عزيز برسالة يشكو فيها الكويت ويقول إن الكويت تسرق النفط بطريقة الحفر المائل. طبعا ذولا ذهلوا. الكويت ردت على الجامعة العربية إنه إحنا مستعدين أن نستقبل لجنة من الجامعة العربية للتحقيق والتحقق في مزاعم العراق، وأن هذه المزاعم غير صحيحة. الهامة مع العراق وإيمانا منها بسلامة موقفها وبما يمليه عليها انتماؤها القومي، فإنها تحتكم لأمتها في اختيار لجنة عربية يتفق على أعضائها كي تقوم بالفصل في موضوع ترسيم الحدود. المذكرة تقول إن ما ادعته المذكرة العراقية بسحب الكويت للنفط من الجزء الجنوبي من حقل الرميل العراقي، فإنه لا بد من التأكيد هنا بأن هذا الجزء من الحقل يقع ضمن الأراضي الكويتية. العراق رد قال لا، نحن نرفض لجنة الجامعة العربية وندعو إلى لجنة ثنائية بين العراق والكويت. يعني أبعد الجامعة العربية وقال لجنة ثنائية. حول تعليق الناطق الرسمي العراقي على المذكرة الكويتية المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، صرح السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بما يلي: إن الخلافات على الحدود بين الدول العربية تحلها الدول المعنية نفسها، وليس اللجان المشكلة من عدد من الدول العربية، مع تقديرنا واحترامنا لكل أشقائنا العرب